فيديو النهاردة عن طريقة تركيب بانو جوه بانو. احنا كنا عملنا فيديو لتركيب البانو دوت بمقياساته وازاي تقدر تاخد المقياسات الصحيحة ليه وازاي تقدر تركبه. هنا دي اول حاجة بعملها، باخد المقياس اللي هيبقى الفرق ما بين البانو والبانو. هنا انا بجيب حته من عود الفيوتك بقيسها على المقياس اللي انا عايزه يتقص من هنا. بعد كده بقصها بالمنشار على المقياس. بعد كده احط دي كده، اخد علامه كده، اخد علامه كده، تعمل معايا العلم ده هنا اهو اهو، وهنا 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 على الاربع تركات. بعد كده مسمارين، واحد هنا واحد هنا، خد العلامه. اجيب الاعواد العود اهو. ممكن ان انا اجيب المتر اقيس من هنا لهنا، الاثنين واحد 93 بالظبط. هنا دي طريقة تقطيع الزاوية ال45. انا هنا قطعت الاعواد بالمقياسات المطلوبة كلها، وبعد كده انا دلوقتي بوريك تقطيع الزاوية ال45. الطريقة احنا عارفينها، بنجيب العود على العود وبنبتدي نعلم العلمين بتوعنا، او بنحطه مستقيم ونبتدي نعمل العلم بتاعنا هنا اهوت بالناحية التانية، وكله بعمله بنفس الطريقة، وببتدي اقص الزاوية بعدها ال45 بتاعتي.
هنا انا هشتغل باللزق والمصلب، دوت اللزق وده المصلب بتاعه. هنا انا هوريكم طريقة التعامل بيه ان شاء الله. هو طريقته سهلة خالص يعني ما فيهاش اي تعقيد. هنا احنا عشان كنا عايزين نخلص بسرعة، هنا احنا فتحنا علبة اللزق وببتدي افردها على شكل زجزاج زي بالطريقة اللي انتوا شايفينها ديت، وهبتدي ان انا الزق الاعواد عادي خالص وهبتدي اشتغل بالمصلب. هنا انت بتتأكد ان الطرف على الطرف بالظبط وان هي مقطوعة بالظبط ومقطوعة صح. هنا تمام، طلعت معانا مظبوطة ولله الحمد. ببتدي اركبها، انا بوريها لك اهوت وبتشوفها. بعد كده بتمسك وبتبتدي ترش رشة بالمصلب كده الدنيا بقت تمام معاك. الطريقة التانية للشغل بالمصلب ان انت تحط العود، تحط السبراي على العود وترش على مكان الخط السبراي. بس دي لو انت هتحط العود حتى واحدة مش هتغير في مكانه. انا هنا بلزق بعد ما بظبطه عشان العود يبقى حر معايا شوية، اقدر اوديه شمال ويمين زي ما انا عايز. ولما بترش المصلب بيبقى خلاص كده العود ثبت وما بيتحركش. هنا انا بظبط العود اهو زي ما انتوا شايفين، وببتدي ان انا اشتغل بيه. بعد ما هظبطه بالظبط ببتدي ان انا احط المصلب بتاعي واظبط الدنيا، اظبطه واقوم رشش السبراي كده خلص خلاص. دي طريقة التثبيت بتاعته ودي طريقة الشغل، وزي ما انتوا شايفين ال45 مظبوطة بالظبط ولله الحمد. يعني ما بتحتاجش حتى ان هي الواحد يمعجن عليها، بس احنا كده ولا كده بنبتدي نديلها سنة معجون، دي زيادة امان للشغل. واهم حاجة ان شغلك يبقى نضيف. هنا احنا ما بنستعملش المسمار، يعني احنا هنا دي الطريقة ديت للناس اللي مش عايزة تستعمل المسمار في الشغل بتاعها. احنا هنا ما بنستعملش المسمار، يا دوب باللزق والمصلب بس. والشغل معانا ده بيبقى شغل سريع. يعني انت لو دخلت على شقة وعايز يعمل بانوهات ومش عايز يعك الدهان ولا عايز يبوظ حاجة، هتبقى قدامك فكرة اللزق بالمصلب ديت هي اكتر حاجة هتقدر ان انت تشتغل بيها، وهتعطيك شغل كويس جدا وهتعطيك نتيجة حلوة جدا. كده ده اخر عود معايا، كده انا بثبته خلاص. وده كان فيديو توضيحي بس لطريقة العمل. انت هتشوف البانو اهو بعد ما ركب. انا عملت لك البانو دوت، طبعا هو كده زي الفل. يا ريت ما تبخلش علينا لو الفيديو عجبك ان انت تعمل لنا لايك ومشاركة ليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.